عنده مكانة، مأمون محروس مضمون، فيه مواريث الأنبياء. وعندنا رواية تقول سيف ذو الفقار عنده إذا حان خروجه يخرج من غمده، يطلع السيف من الغمد. عنده سراج إذا حان وقت خروجه هو يضيء الإمام، يتحرك إلى مكة، يصل إلى مكة، فيرسل له الله عز وجل أصحابه 313 زبدة شعوب العالم. هؤلاء الأصحاب يقول لما بعضهم ما يعرف الآخر، لما يلتقون ويتعارفون كأنما هم أولاد أب وأم، مثل يعرفون بعضهم من زمان، نفس المنهج، نفس الصلاة، نفس العقائد. بعد أحدهم كل واحد منهم عنده الاسم الأعظم، بس عند سلمان غير المعصومين من الصحابة ولا واحد عنده الاسم الأعظم. كل واحد من هؤلاء قل إن الأرض لتفتخر، تقول مر علي اليوم أحد أصحاب المهدي. هؤلاء ماذا يكونون؟ خلاصة مسيرة الإمام روح له الفداء في مكة بعد خطابه إلى العالم لعله حوالي 2 شهر، ويجمع من الذين يأتون إليه من الحسا والقطيف والبحرين والحجاز وغيره، يجمع 10,000 غير 313، ويتحرك بهم إلى المدينة. عنده أيضا مهمات في المدينة يكملها، ويسيطر على الحجاز كله بدون قتال. واليمانيون يأتون يأخذون مكة وهو يظهر في حماية اليمانيين. طيب، ثم الإمام سلام الله عليه إذا كمل شغله يسلم الحجاز والخليج كل عقل الخليج تشوفوها مصفوفة تنتظر الإذن من الإمام، يا سيد وإحنا طبيعته. طيب، كمل الإمام، سلم اليمن والحجاز والخليج إلى اليماني، وعلم ماذا يفعل. هو عنده هدف، عنده برنامج ماشي فيه. تحرك إلى العراق، يظهر أنه يتحرك قبل جيشه. وكيف يدخل إلى ظهر الكوفة النجف؟ الرواية تقول يدخل إلى ظهر الكوفة في 7 قباب من نور لا يعلم في أيها هو، يعني سرب طائرات، بس قباب نوع آخر من الطائرات. هو يصل كأنه ما يخبر أحد، عنده برنامج، ربما زيارة جدة أمير المؤمنين والحسين والأئمة عليهم السلام. جيشه يرسله بقيادة أحد أصحابه أيضا بطي الأرض يدخل. فإذا دخل ظهر الكوفة يقول أعلنوا الإمام، يعلن أن الإمام المهدي ظهر وهو في النجف. تأتي سيل العراق أضعاف زيارة 40، حتى المسيحيين والسنة والكل. شوف هذا المهدي نداء سماوي باسمه، خلينا نشوفه نتفرج عليه. يأتي سيل الإمام صلوات الله عليه. الرواية تقول ينصب له منبر في وادي السلام، معناه أن الملايين ربما تكون متصلة من كربلاء إلى النجف. فإذا ركب عليه، الرواية تقول له فرس بين عينيه شمراخ يضيء، وإذا ركب عليه رآه أهل الأرض. يعني هذه مرسلة تلفزيونية يقول له
له حصان، هو حصان، لما يجلس يراه أهل الأرض في البث، الإرسال إلى العالم، فيخطب صلوات الله عليه. يقولون بعض الناس ما يعرف ماذا قال الإمام، بس ينظر إليه، ينظر إلى نور وجهه ويبكي. إذا كمل خطبته صلوات الله وسلامه عليه يأمر بنشر راية رسول الله، يعني بدأت الحرب، المدة كلها ما ينشرها،